بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر دور أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك يا أحبائي بيكلمنا عن واحد عشار، والعشارين دول كانوا فئة منبوذة من المجتمع اليهودي. العشار ده يعني كان واخد ظواهر السلوك الروحي، واخد بس الشكليات، مدقق في العشور، مدقق في كل حاجة، ومتعب لكل اللي حواليه، لأنه بيعتبر نفسه فوق الكل، وبيعتبر نفسه هو الوحيد اللي صح، وبقية الناس دي كلها ماشية غلط. والعشار ده كان بيجبي الضرائب، كان بيجبي الضرائب بس بطريقة فيها استغلال للناس اللي مش قادرين يسددوا اللي عليهم. كانت الحكومة الرومانية أو سلطة الاحتلال الروماني بتفرض ضرائب بمقادير معينة على الناس. في واحد يبقى معهوش يسدد عليه، مثلا نفترض رقم 10 مش قادر يسدد، هذا الجابي الضرائب كان معاه قوة من سلطة الاحتلال الروماني، إن هو اللي مش قادر يدفع الضرائب ممكن ياخده يسجنه. فكان بيعمل ايه العشار أو جابي الضرائب ده؟ كان يقول للي عليه 10 يقول له أنا هسدد عنك، وبعد فترة معينة تسدد لي مثلا 20 أو تسدد لي قد كده. فمسكين مضطر، وإلا هيترمى في السجن، ولو اترمى في السجن من فين هيشتغل ويجيب فلوس يسدد الضرائب؟ فكان بيخضع، وكان بيخضع للعشار ده ويقدم له، يقول له خلاص اكتب لك مديونية عليا بكذا. فكانوا مكروهين. لكن الحلو هنا ان السيد المسيح راح للشخص اللاوي ده وقول له اتبعني. ما قالهوش عظة، ولا قال له موضوع كبير، ولا قعد يشرح له ولا يفسر له، بس قال له كلمة اتبعني. على طول يقول الكتاب فترك كل شيء وقام وتبعه. فترك كل شيء وقام وتبعه. طب ايه اللي نتعلمه من كده؟ انا ياما بسمع كلمة ربنا، ياما بسمع الوصية، ولكن بقعد أفاصل فيها وماطل في تنفيذها، وأوجد لنفسي أسباب كتيرة خالص للهروب من تنفيذ الوصية. النهاردة لاوي ده بيعلمنا سلوك مسيحي صح. متى سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. مع عدم تنفيذ الوصية معناها أن القلب فيه قساوة، مفيش خضوع، في تشبث بالرأي، في التماس العذر لنفسي ولا التمس عذر للآخرين. يقول لي كده فتبعه وصنع له وليمة عظيمة في بيته. أنا هعتبر أن البيت هو أنا، لأن أنتم هياكل الله. أنا بيتي، أنا بيت لربنا. هل ممكن الواحد فينا يصنع وليمة لربنا في بيته؟ طبعا ممكن. أنا لما أقبل السيد المسيح في قلبي وأقول له تعالى يا ربي، تعالى وعندي، وتعالى هتلاقي البيت بتاعي نظيف ومكنوس ومجهز ومستعد ليك، ربنا على طول هيجي. ربنا مش محتاج مني لا أكل ولا شرب ولا فلوس، أنا المحتاج ليه. لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. فأنا لما أفتح باب قلبي لربنا وأقول له يا رب أنا هنفذ وصاياك بدون أي شروط، أي كلمة يا رب هتقولها على طول هسمعها. الست العذراء في عرس قانا الجليل
راحت تقول له لا للسيد المسيح ليس لهم خمر. وبعدين راحت على طول للخدم وقالت لهم ايه؟ مهما قال لكم فافعلوه، مهما قال لكم. والخدم رغم ان هم لم يكونوا قد عرفوا المسيح، ربما سمعوا عنه لكن ما شافوهوش عن قرب ولا شافوا أعماله، الخدم سمعوا الكلمة مهما قال لكم. قال لهم املأوا الأجران، ملأوا الأجران، استقوا وادوا للرئيس المتكأ. فهم الأول داقوا من عطية المسيح وبعدين قدموا للرئيس المتكأ وقدموا لبقية المدعوين كلهم. يبقى إذن أنا المحتاج الأول إن أنا أستقي، أنا المحتاج الأول إن أنا أسمع الكلمة، أنا أول واحد محتاج إن أنا أعمل بكل وصية وبكل تعليم للسيد المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، آمين.